السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. شحال هادي ما درت معكم شي فيديو في الدار ياك؟ ايوا حنايا رجعنا نديرو فيديو في الدار حيت الحراره في الزنقه صد بزاف، ما تقدرش تبقى جالس في الزنقه. دونك عليها جا ديسيدي باش اليوم هاد لا فيديو هادي نعملها لكم في الدار. نقول لكم اللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها ويفعل الجرس باش اي فيديو حطيتها جديده تبان عندكم. خليكم معايا وليتس جو. الموضوع ديالنا ديال اليوم هو الورك بيرميت او ترخيص طلب العمل اللي كتعطيه كندا لفائده الناس اللي هما جايين باش يخدموا سواء open work permit او لا work permit closed. اليوم غادي نهضروا على الناس اللي عندهم open work permit. واحد القضيه اللي ما كنتش عارفاها ويلا عرفتها حتى انا مؤخرا، على انه راه فاش الاي ار سي سي كتعطيك open work permit راه ماشي كاع تجي تخدم ماشي مشكل، ولكن ماشي كاع لي فونكسيون كيعطيوك اكسي باش انك تطلب الاقامه من بعد. الوغ اللي اكتشفتو انه الا كان عندك open work permit مثلا ما وبغيتي عندك لانطونسيون انها تكون عندك البي ار او الاقامه من بعد، فكاين واحد الخدامي اللي ما يمكنش انهم يعطيوك اكسي لهاد البي ار من بعد. نورمالمون فاش كتاخذ الاوبن ورك بيرميت ولقيتي الخدمه فول تايم عندك الحق انك من بعد عام تعمل طلب على الاقامه الدائمه في كندا. ولكن هذا الطلب ديال الاقامه الدائمه فيه شروط، وغادي نخلي لكم اللينك ديال كندا اللي تقدر انك تمشي تقلب فيها على شنو هما الجوبز او شنو هما المهن اللي تيخونوا ليك انك فاش تجي لهنايا وعندك اوبن ورك بيرميت تخدم هاد الخدمات هادو، ومن بعد عام ديال الفول تايم جوب تقدر انك تدفع الطلب ديالك للحصول على الاقامه الدائمه لكندا. وإن فوا تيكون عندك الاقامه الدائمه ديال كندا كيكونوا عندك كاع المتميزات ديال ان سيتويان كنديان من غير انه غادي دير انك تشارك في الانتخابات. يعني فوا يكون عندك الاقامه الدائمه عندك الحقوق في كل شيء، في الطب في كل شيء، من غير انك تمشي وتنتخب. يعني هذا هو لا سول ديفيرونس ما بين ان سيتويان كنديان و اون بيرسون اللي عنده الاقامه الدائمه هنا في كندا. المهم من بين المهن اللي لقيتهم انهم الا جيتي اوبن ورك بيرميت وخدمتيهم ويسمحوا لك انهم يعطوك فيها الاقامه الدائمه من بعد عام ديال الخدمه. كاين البيكر اللي هما اللي تيخبزوا داكشي، كاين سورتو الناس ديال لا كويزين، كاين سو شاف، كاين المهم كاع داكشي اللي هو لي لا كويزين، كاين بيان سور لي زانفيرميي و لي زانفيرميير، كاين شي خدامين اللي هما هاندي. دونك انا نخلي لكم لو سيت. مثلا نتوما فاش يكون عندكم اوبن ورك بيرميت دخلوا لهاد لو سيت هذا وديروا لا فونكسيون ديالكم شنو هي، وشوفوا الا هي طلعت لكم كما كتشوفوا هنايا جرين صافي دير راها كتسمح لكم انكم تخدموا انكم تطلبوا من بعد البي ار. طلعت لكم بحال هكذايا فهاد الخدمه هذه غير كتضيعوا فيها الوقت الا كانت عندكم لانطونسيون انكم تجيو لكندا ومن بعد تطلبوا الاقامه الدائمه. الوغ كانت هذه هي لا ميني فيديو ديالنا اليوم. كنتمنى انها تكون فاتكم واستفدتوا بها، سورتو انا الصراحه ما كنتش انا عارفه هذه القضيه هذه. كنت نقول مثلا اللي جا خدم في تيم وورتن، خدم في كاستمر سيرفيس او لا خدم في شي حاجه، المهم غير خصو يخدم فول تايم. كان كيصحاب لي هكذا يقدر انه يطلب الاقامه الدائمه. حتى من بعد هضرت مع واحد الصديق ديالي وهو اللي قال لي فوالا نورمالمون ها شنو خاصو يكون وها شنو، راه ماشي داكشي اللي ماشي زعما مثلا غير خديتي الورك بيرميت وعيطات لك تيم وورتن او ستاربكس او لا شي شركه واحده اخرى تخدم في الكاستمر سيرفيس انك تمشي وتخدم عندهم وعطوك البي ار. ما كايناش هاد القضيه هادي. كاينين وظائف محدده هي اللي كتخول لك انك تاخذ البي ار من بعد. الى عجبكم هاد لا فيديو هادي ما تنساوش بارطاجيوها مع الناس ديالكم و لايك تهلاو ليا فراسكم وبارطاجيوها المهم مع الناس اللي هما سوا اللي
ديجا راهم هنايا في كندا وكيقلبوا على الخدمه، اولا اللي هما دفعوا ومازال كيسينو لا ريبونس ديال IRCC. فهاد اللينك هذا غادي فريمون ينفعهم بزاف بزاف. تهلاو ليا في راسكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش اي حاجه جديده حطيتها تبان عندكم. تهلاو ليا في راسكم وكنبغيكم وبيزوات لكم. باي.